سلام على اجدع ناس، واهلا بيكم فيديو جديد من مسلسل غبي مارو. فلو انت مسمعتش الحلقات اللي فاتت سايبها لك في الوصف، ومش محتاج اقول لك بقى تظبط الكلام وتشترك وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك بقى كل الجمدان. ومش هطول عليك وخلينا نبدأ. بعد ما غبي مارو قدر يهزم الحمار الوحشي ده وعمل منه حرفيا شيش طاووق، ودوخوني معاهم هو وسكروا بمشاعرهم المتفككه دي، وانتهت الحلقه بهول منظر الوحش الغريب ده. نرجع للشخص اللي طارت ايده بسبب قرصه الفراشه اللي شبه عمك شكشك دي. تعال اقول لك بقى مين هو تنين السيف. كان اجمد واحد في قريته، ولما استضافوا واحد من اغنياء القريه لاحظ انهم ملقبين نفسهم بعيله التنين. المهم بيقعدوا مع بعض يشربوا شاي، والساموراي اللي معاه بنعرف ان اسمه تياما، وبيقعد يستفز في صاحبنا ويقول له انت بقى التنين بأمارة مين يا زميلي؟ انت اخرك تاخد اسبرين مش تسمي نفسك التنين. بيتعصب صاحبنا وبيتطربق على دماغهم البيت، وبالفعل ده اللي خلاه مجرم وجابه للجزيره دي. وبيقول للمراقب اللي معاه تعرف انا مش ندمان على اي حاجه عملتها على الرغم من اني محكوم عليا بالاعدام، بس اول ما احصل على الاكسير واخد العفو الرسمي وابقى خالي من كل التهم اللي عليا، وقتها هقدر اطور من مهاراتي في استعمال السيف واكسر الدنيا واعلم على زعيم القريه ده اللي مفكر دمه شربات. بقول له المراقب انا مش فاهم حاجه برضه، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ لان كلامك مش منطقي. بيقول له يعني انت اللي منطقي بالحاجات اللي في جنبك دي؟ السيف اللي زيك بيكسب لهم يتعيشوا من قتل الناس، بس السيف بيعرفوا بنفسه. بيقول له انا اسمي فوتشي، وان عشيره اسامهم مش بتعدم المجرمين بس، لان بعد ما بنعدم اي حد بناخده نشرحه وبنستكشف الامراض اللي عنده، وده بيساعدنا ان احنا نصنع ادويه جديده. يعني من الاخر احنا لينا فايده اكتر منكم. وبيطلع السيف وبيحطه على رقبته وبيقول له تاني مره تتكلم عننا بطريقه احسن من دي. فبيقطع الحبل وبيقول له ماشي يا عم خلاص سيبني في حالي بقى. بيقول له المجرم اكيد في مجرمين اقوياء على الجزيره، فلازم ادور على الاكسير والاقيه وبعدين ابقى اتخلص منهم براحتي. فبيقول له السيف في سره ان الغابه مليانه حشرات سامه وخطيره جدا، واللي بعت الحشرات دي الشوغن، ولو المجرمين ما عرفوش يحصلوا على الاكسير في اسرع وقت الشوغن هيبعتوا حشرات اقوى واكتر سميه من كده. في الجهه التانيه غبي مارو بيكون مستعد انه يواجه الوحش السمكه ده، وبيكون مستغرب ان في وحش بدراعاته، وبيقول ان اكيد الجزيره دي خطيره جدا. وفجاه الوحش بيهجم عليه، بس مارو بيجري عليه وبيديه هيد شوت في دماغه، بس الوحش بيمسكه ويلزقه في الارض. وساكورو بتحاول تساعده بس بيقول لها خليك انت ورا وانا هتعامل. ومارو بيفتكر كلام الشيخ القريه ما كان بيقول له ما ينفعش تواجه شخص انت ما تعرفوش، او بالاصح ما تعرفش قوته. وبيشوف ساكورو وهي بتواجه الفراشات السم، وبيقول طب اهرب واسيبها ولا اعمل ايه؟ بس الوحش ما بيدوش فرصه يفكر، وبيمسكه ويرفعه في الجو وبيفرتكه في الشجر وبيرميه على الارض. واول ما بيبص على ايده بيلاقي دم وبيعرف انه اتجرح. وبيقول لساكورو شكل الوحوش دي قويه جدا، والصدمه الكبيره لما بيظهر وحوش اكتر غريبه ومبتسمه وشكلها مرعب جدا. وساكورو بتتنح وبتقول له مارو احنا كده اتحاصرنا يا معلم، بس هو بيقرر يستخدم النينجوستو اللي عنده، وبيهجم على وحش وبيحرقه حرفيا. وساكورا بتنصدم من قوته وبيهجم على التاني من رقبته وبيفجرها حرفيا. وبيقول لنفسه عشان احصل على العفو الرسمي لازم اموت كل الوحوش دي. وساكورا ادركت فعلا خطوره مهمتها بعد ما شافت قوه مارو الحقيقيه وهو نازل في الوحوش تقطيع، وبتقول هرسود الموضوع كده فعلا فلت من ايدي وشكل المهمه دي مش هتعدي على خير. وفجاه بيظهر وحش من وراها وبيهجم عليها، والحشرات كمان بتبدا تمسك فيها، بس مارو لما بيشوفها بيتردد انه ينقذها، وبيفكر وبيقول اسيبها تموت واخلص منها ولا انقذها. وفجاه بيلاقي نفسه في اتجاه الوحش وموته وانقذها، وبيستغرب هو عمل كده ليه. وبيجي سيف يخلص على باقي الوحوش وبينقذهم، وبتظهر مجرمه اسمها يوزوريا وبتنصدم من قوه مارو وبتقول له عاش عليك يا اسطى انت اللي قتلت كل ده، على فكره احنا نينجا زي بعضينا. وبتستغرب ساكورا ليه هي معاها اتنين من المراقبين. اقول لك انا ليه هي معاها اتنين من المراقبين. البنت يوزوريا دي بلوى السوداء تقدر تتحكم في اي حد وتخدعه عن طريق بلاش نكمل. ومارو بيقول لها ايه يعني نينجا؟ في الاول والاخر احنا اعداء. بس بتقول له انت ليه بتحمي السيافه اللي معاك؟ وبتبدا تتلزق فيه بتقول انا عايزاك تبقى شريكي في المهمه هنا، وانا هسمع كلامك في اي حاجه انت هتقولها. بس مارو بيمسكها من دراعها وبيوقعها على الارض وبيقول لها مش عليا الكلام ده، انا عارف الاعيبك. فبتقول له لما نبقى 5 افضل من ان احنا نبقى 2 وهنقدر نساعد بعض. بس ساكورا بتقطعها وتقول لها معلش يا اختي انت ازاي معاكي 2 من المراقبين؟ فبيعرفها واحد من السيفين على نفسه وبيقول لها انا كنت مع احد المجرمين، بس يزورها قدرت تضحك عليه وخدعته وانا قتلته لانه خالف القوانين وجيت معاهم، والسيف التاني هو المسؤول عن يوزوريها. وبتقول لهم ان هم شافوا من وحوش وتماثيل وحشرات غريبه جدا قبل ما يقابلوهم، وشكل كده الجزيره دي خطيره جدا، فلو قدرنا نتعاون مع بعض هنقدر نوصل لاكسير بطريقه اسرع. فبتقول ساكورا مفيش مانع نبقى مع بعض. بتنشكح البنت قوي بتحضن مارو، بس هو بيوقعها على الارض تاني، ولكنها بتقدر تفك نفسها وبتقول له انا مش ضعيفه وممكن اخدعك بسهوله، وقتها احصل على اكسير الحياه وهنجو لوحدي. وبتقول له انا عندي معلومات مهمه جدا عن الجزيره ممكن اقولها لك مقابل انك
تساعدني بقوتك. وبتقول لهم ان اخطر شيء في الجزيره دي مش الوحوش ولكن الحشرات. فبيقول لها مارو وانت عرفت منين؟ فبتقول له بكل سهوله خدعت المجرم اللي قبلك وقدرت تربطه بالشجره وجربت عليه كل الحشرات وشفت النتيجه كانت عامله ازاي، وعرفت كمان ان في حشرات مش بتهجم عليك غير ما انت تقرب منها. وبيقول لهم السيافل التماثيل اللي هنا معموله لديانات معينه واكيد اللي صنعها البشر. وبتقول له ساكورا انا لاحظت كده فعلا. فبيسال مارو يزورها ايه اللي خلاك تيجي الجزيره دي؟ فبتقول له ان عندها اخت صغيره مريضه مرض خطير جدا وعايزه تساعدها وقررت تنضم للنينجا علشان تحصل على فلوس وتساعد بيها اختها. بس في الاخر انضحك عليها واتحكم عليها بالاعدام. عشان كده انا لازم اعيش واحصل على العفو رسمي واساعد اختي. بيقول لها مارو ماشي، هاتوا بقى كل المعلومات اللي عندكم قبل ما نتفق ونتعاون الاول. وفجاه ساكورا بيغمى عليها من التعب والارهاق. تعال اعرفكم على قصه مجرم تاني من المجرمين على ما ساكورا تفوق. ده تشوبي محكوم عليه بالاعدام. وده توما انضم لعشيره الاسايمون وخلال شهر بقى سياف محترف جدا. وبيقرروا يودوه في مهمه مع مجرم والمجرم ده هو تشوبي. وبنعرف ان هو اخوه عمل كل ده عشان يوصل له. المهم بعد ما بيروحوا على الجزيره بنشوفهم متحاصرين من مجموعه من الوحوش. بس الظاهر ان تشوبي ده خلقه ضيق وعلى طول بينزل قتل في الوحوش. واخوه توم بيكون متشكح ومبسوط جدا لانه على طول بيحميه وبيفتكر توم هم صغيرين. لما ابوه اتحكم عليه بالاعدام لما عصي اوامر القبيله بتاعتهم. من وقتها هم بقوا مشردين. وفي مره هم قاعدين جات لهم عصابه عشان يموتوهم. وبيقول اخوه انه ذكي جدا وبيقدر يتحكم في اي حد وقدر يتحكم في العصابه دي وبقى الزعيم بتاعها. كمان بعد ما تشوبي سلاحه اتكسر قرروا يهربوا من الوحوش ولكن في وحش ماسك توما من شعره ولما بيستنجد باخوه بيسيبه ويهرب. بيتصدم ان اخوه اتخلى عنه بس توما مش هلفوت برضه لانه بيطير صوابع الوحش ده. ومره واحده بيجي اخوه من وراه يطير الوحش ده بفاس جامد جدا. وبيقول له اخوه شكرا انك قدرت تمسك نفسك على ما اجيب سلاح. بس فجاه في وحش بيعور تشوبي والصدمه انه بيتكلم. وبيقول لهم ان اللي بيقتل في الجزيره دي بيتعاقب. بيتصدموا من اللي شايفينه حرفيا بعد ما اتحاصروا من الوحوش وان ازاي الكائنات المتخلفه دي بتتكلم. بيقول لاخوه هار اسود ايه اللي انا شايفه ده؟ دي اكيد مش جزيره النعيم، دي جزيره الشيطان. بيفتكر اخوه لما كان محكوم عليه بالاعدام وكان دايما بيتقال له يا مذنب. وبينفجر حماسه وبيقول له الكلام على العفو وحريه. وبينزل على دماغ الوحوش وبيقول لهم انتوا عباره عن عبيد وقوانين ومفيش حد هيحط عليها قوانين من دلوقتي وهعمل كل اللي انا عاوزه. وبيقف على جثثهم وبيفتخر بيه اخوه. وبيفتكر لما كان صغير وبيعيط وبيقول له انه عاوز يرجع للقصر ويبعد عن المرمطه دي. بس اخوه بيقول له ما تسترجل كده يالا وتمسك نفسك شويه عشان لو ظهرت ضعفك في العالم ده الكل هيحط عليك مش هيعمل لك حساب. ولو ده اخرك فانت لازم تثق فيا لان اخوك الكبير ومن حق عليك ان احميك. نرجع تاني للحضر وبيقول له طالما الوحوش دي موجوده في الجزيره يبقى اكيد في المقابل الاكسير موجود. بيقول لاخوه احنا لازم نلاقي الاكسير ده باي طريقه عشان لما نلاقيه محدش يستعمله غيرنا واي حد يقف في طريقنا بعد كده هنسوحه حرفيا. فيا ترى ايه اللي هيحصل الحلقه الجايه؟ وهل ساكورا هتفوق من الغيبوبه ولا لا؟ وليه فعلا الشغم بعتوا لهم حشرات مسممه؟ لان الموضوع اكبر مما هو ظاهر عليه ولازم اعرف قصه الوحوش دي. متحمس اشوف الحلقه الجايه معاكم لان شكلها كده هتسخن. فتاكدوا انكم فاعلين زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واشوفكم فيديو جاي على خير واليكم احلى بيس.